بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل. تابعوه للنهايه مع الفطام، مع الامهات، مع اللي بيرضعوا، مع الامهات اللي خلفت ربنا يبارك ويزيد يا رب العالمين. طبعا الارانب كل يوم بتعمل لنا مفاجآت جميله. الفطام اهو بسم الله ما شاء الله. كان عندي بسم الله ما شاء الله، مجرد ما بدخل كده بيقعدوا ييجوا عليا عشان الاكل وعلشان الميه. طبعا الاكل والميه ده مهم جدا. السن ده لازم نديلهم اكل زي ما قلنا مره الصبح ومره بالليل، والميه لازم باستمرار لان بيبقوا بياكلوا بيعطشهم، فلازم يشربوا على طول. الميه اساسي والاكل برضو اساسي للفطام اللي في السن ده. بسم الله ما شاء الله بداوا يكبروا اهو. الواحد ما شاء الله معدي الكيلو. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. احنا هنتكلم النهارده في موضوع حلقتنا النهارده. طبعا تعالوا تكمله للفيديو بتاع امبارح. احنا كنا المره اللي فاتت يعني احنا كنا واحنا بنرضع الارنبه كان في ارنب مش راضع اهو، شايفين زي ما انتم شايفين كده مات. دلوقتي لازم اشيله بسرعه علشان ما يعملش مشكله في الولاده والام تدخل ترضع عادي. لو الارنب ده دخل في القش وريحته بقت ريحه الولاده مش كويسه، لو جيت ادخل الام بعد كده ترضع مش هترضى ترضع، واقول الام ما بترضعش الخلفات ليه؟ ده هي كانت كويسه وبسم الله ما شاء الله بترضعهم. دلوقتي اهو اقدر ادخل الام براحتها كده خالص هترضع الخلفات اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. شايفين البابيون وحنيته وجماله بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. شايفين هي واقفه كده ومستكينه وبترضع ولادها. دي حاجه كده قلت انا شفت الارنب ميت قلت ما اقول لكم عليها في بدايه الفيديو. احنا موضوع الفيديو بتاعنا النهارده طبعا ولاده الارنبه البابيون الجميله دي. انا عندي حوالي مثلا 5 ارانب بابيون بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. البابيون اجمل الارانب واحن الارانب على الخلفات بتاعتها. تعالوا يلا عشان نعرف بسرعه هنتعامل مع الام اللي ولدت ازاي من اول، يعني ايه من الاول خالص، من قبل ما تولد بكام يوم نتعامل معاها ازاي، بعد ما ولدت برضو نتعامل معاها ازاي. اول حاجه نبدا نجس الام. انا لسه حتى ما نضفتش ولا عملت اي حاجه، قلت اصور لكم الفيديو الاول معاها وبعد كده نعمل اللي احنا بنعمله. الام طبعا لو جسيناها ولقينا لسه في خلفات في بطنها لازم نديها ربع سنت، نص سنت طلق، ربع سنت طلق على حسب الطلق اللي عندي. لو طلق بيطري كويس ماشي، لو ما فيش عندي طلق اجيب حلبه وقرفه وجنزبيل واديها بالسرنجه 3 سم في 3 سم لحد ما تنزل الخلفات اللي في بطنها. تعالوا شوفوا منظر الولاده بعد ما ولدت اهو. انا ما عملتش اي حاجه لسه والله الحمد لله، يعني لسه داخله دلوقتي حالا ما عملتش اي حاجه. دخلت الارنبه اللي بترضع دي، شلت الارنب اللي ميت الاول استبعدته وبعد كده دخلتها ترضع واكلت واديت ميه وبعد كده جيت ابص لقد بسم الله ما شاء الله. شايفين حتى اهو نتيجه النتف والحاجات تحت اهي، وهي بتنتف وهي داخله وهي خارجه بتنزل نتف وبتنزل قش. طبعا انا كنت حاطه قش بس هي بسم الله ما شاء الله امبارح بالليل يا دوب نتفت النتف ده، وطبعا بتولد على الفجر او بتولد الصبح بدري. دلوقتي شايفين هي عامله ازاي اهو. طبعا ما ينفعش نسيب الولاده بالمنظر ده، هندخل برد من تحت. شايفين الولاده مخرمه من تحت، هي بسم الله ما شاء الله حطاهم في زاويه لوحدهم كده وايه محافظه عليهم. طيب هي انا دلوقتي هتعامل مع الام دي ازاي؟ الام دي لازم اتعامل معاها بالراحه خالص. هي ام حنينه وبسم الله ما شاء الله ولدت ومحافظه على الارانب بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. يلا تعالوا كده هنجيب كرتونه كده ونحطها ونطلع عليها الارانب الصغيره ونشوف هنتعامل معاهم ازاي وندفي الارانب دي ازاي ونحافظ على الخلفه اللي ربنا رزقنا منها ازاي. هنطلع بالراحه كده اهو بسم الله ما شاء الله. ناخد شويه قش كده ونتف الاول علشان ما نطلعش الارانب الصغيره دي بره الولاده في البرد. نتف وقش اهو ما شاء الله اهو. هحافظ بس عليهم كده اهو نتف وقش بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو 4 2 4 6 بسم الله ما شاء الله. 4 ارانب بابيون و2 اسود ريكس بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. تعالوا كده نطلعهم فوق بالراحه كده 2 4 راضعين ومتدفيين بسم الله ما شاء الله بس عشان ما يقعوش 4 6. طيب الام دي جابت لي عدد 6 ارانب. طب اعمل ايه معاها؟ طبعا الام دي تاني يوم على طول تتلقح لان العدد بتاعها مش كبير، يعني مش جايبه 8 مش جايبه 9 مش جايبه حتى 7، فنلقحها على طول.
هي مفيش في بطنها خلفات خلاص. هنعمل الولاده بقى، ننضفها خالص ونشيل النتف ونشيل كل حاجه منها اهو زي ما شايفين كده بالظبط اهو. احافظ الاول على الخلفات عشان البرد وما يقعوش. اجيب بقى البخاخه بتاعتي الجميله دي اهي، بخاخه صغيره كده باليود، اطهر كل الولاده من جوه ومن بره علشان لو في اي ريحه او اثار للولاده اهو بالبخاخه وارش اهي. البخاخه بتاعتي لازم تبقى مليانه يود على طول، على ايدي، على الخلفات كده، على القش بتاعهم، على الولاده، لازم انضفها واطهرها. اجيب كميه قش كمان لان القش ده قليل، احط قش كمان في الولاده اهو عشان ادفي الخلفات كويس بتاعتي، افرش الولاده كويس بالقش. زودت قش اهو غير اللي موجود. طبعا رشيت يود الاول، ميه بيود، سنتي يود كده على حب البخاخه دي بتاع حوالي ربع لتر ولا حاجه اهي اهو. اجيب بقى الخلفات الصغيره كده، اجيب النتف الاول، قش ونتف وكل حاجه، لازم ادفيهم كويس قوي. اليومين دول الجو برد جدا اهو. قش والنتف كله اللي هي نتفته اهي ان شاء الله. طبعا ما اجيبش من على الارض بقى لان هيبقى ملوث وهيبقى مش نظيف، مش هيبقى كويس يعني للخلفات الصغيره اهو. شايفين حتى شكلهم جميل ازاي، هم عايزين طبعا يتدفوا يدخلوا في الولاده بسرعه. بسم الله ما شاء الله. ظبط بقى الولاده كده ونلفها كده عليهم، نقفل عليهم كويس قوي. يدخلوا هم في النتف والقش. احط طبعا القش في ركان الولاده ما تبقاش فاضي عشان ما فيش ارنب يطلع يبعد عن اخواته ويسقع ويموت. انضف الولاده، انظمها، ارشها باليود، اطهرها كويس قوي، ادفي الارانب كويس قوي. بعد ما اعمل كده اقوم حاطه شويه نتف فوقهم كده شويه صغيرين عشان يتدفوا كويس قوي. كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. تعالوا بقى نشوف احنا هندفيهم من تحت ازاي. اي حته كرتونه زي دي اهي، الم بس النتف، كل النتف اللي هنا ده عشان هيفيد الارانب الصغيره ويدفيهم. احطها عليهم اهو كده، انا قفلت عليهم خالص. اجيب بقى حته كرتونه كده صغيره واعمل ايه من تحت، ادخل من تحت الولاده كده اهو، ارفع الفرشه بتاعت الولاده من تحت واحط دي علشان ما يجيش برد. شايفين؟ تعالوا بصوا اما اوريكم كده الحته دي كده، شايفين الولاده مفتوحه من تحت، فبتجيب هواء على الارانب وهم بالليل او بالنهار، لان احنا في الشتاء زي ما قلنا لازم ندفي الارانب الصغيره دي. لو احنا في الصيف بنسيب دي مفتوحه عادي، بتهويهم وبتدخل لهم هواء وما بيبقوش الولاده مكتومه عليه. انما احنا في الشتاء دلوقتي لازم اي حته كرتونه، اي ورقه، ورقه جورنال، اي حاجه، ورقه كتاب يكون كبير. في ورق بالشرف في محلات العطاره الناس بتبيع بالكيلو، الحاجات دي مهمه قوي. شايفين كده هم دخلوا جوه النتف وناموا كده واتظبطوا. انا هعمل لهم برده كده دايره يناموا فيها علشان ما يبعدوش عن بعض. تعالوا بقى نحط الكرتونه دي من تحت واوريها لكم عملناها ازاي. شايفين المنظر من تحت؟ انا حبيت اوريه لكم الولاده من تحت. قفلت كده بالكرتونه على الارانب الصغيره. هنشوف من فوق كده، شايفين المكان اتقفل اهو بالكرتونه عشان ما يدخلش اي هواء ولا برد على الارانب الصغيره. يبقى انا كده عملت اللي عليا، احافظ على الخلفه اللي ربنا رزقني بيها، احافظ على الام، اسيب الام ولا مضاد حيوي ولا كالسيوم ولا فيتامين ولا اي حاجه. بس بالليل كده اخدها واوديها للذكر عشان يلقحها بعد الولاده ب6 ساعات، بعد الولاده تاني يوم على طول القحها. يبقى ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولاده الارنبه البابيون الجميله بتاعتنا. زي ما قلنا بالليل نديها للذكر بعد 6 ساعات من الولاده او تاني يوم من الولاده، علشان هي جايبه معانا عدد قليل نلقحها وايه، ونتابع كده مع بعض كل 10 ايام كده بعد التلقيح 15 يوم نجسها ونشوف ان شاء الله هتمسك ولا لا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. الارانب اهو بسم الله ما شاء الله، الام رضعت وطلعت اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. دخلوا كلهم في النتف وفي القش، ربنا يزيد ويبارك. متدفين ما شاء الله كلهم ورضعهم، والام خلاص كده طلعت على الميه بقى والاكل، خلاص عملت اللي عليها. والفطام اهو بسم الله ما شاء الله على الميه، يعني بالشكل وعلى الميه جدا، لان هم بياكلوا من هنا محتاجين ميه على طول. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرضاكم نال اعجابكم وكن دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. في ولادات عندي كتير باذن الله، حوالي 5 ارانب كمان على وش ولاده، يوم 11 يوم 13 يوم 14 يوم 16
ربنا يزيد ويبارك. دي كانت يوم 9. هنعمل عليها بقى ان هي اتلقحت ولدت يوم 9 في الشهر بالظبط، على 30 يوم ولدت اهي. وان شاء الله نلقحها بالليل مع بعض ممكن، واعمل لكم فيديو بيها برضو باذن الله. استنونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. اي اخت من اخواتي الفاضلات تحب تتواصل معانا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 62 815093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 64619771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.